انا هي هذيك اللي تبعت غرالي نعيشها حتى كانت تخرج على دارها وتشملها. السلام عليكم. اليوم جيت نعاود لكم القصه ديالي او المشكل اللي كان وقع بيني وبين الزوج ديالي واللي تبعت هضرت الناس تخرجت عليا. المهم كنت مزوجه انا والزوج ديالي لمده عامين. من بعد ما ولدت قلت ليه خاصني نمشي نولد في دارنا. قال لي صافي ماشي مشكل، سيري لداركم يا بنت الناس، ولدي ومني تصحي جي. قلت ليه صافي واخا. دازت هذيك المده ديال الولاده اللي هي شهر و10 ايام، مده 40 يوم. صراحه الميمه ديالي راك عارفين ان الوحده ملي كتولد في عند الام ديالها كتهلا فيها وكترد ليها البال. تهلات فيا ميمتي وتهلاو فيا خواتاتي. ومني قررت نكمل هذيك المده عيط ليا قال لي خصك تجي لدارك. قلت ليه صافي واخا. من بعد جاو خواتاتي وداروا بيا قالوا لي شنو فيها، الا بغيتي تبقاي واحد 2 سيمانات زيديها ما فيها باس، اشنو غادي يوقع كاع. صافي زيدي جلسي مع الميمه ديالي واحد شويه. صافي أنا سمعت ليهم صراحه. من عيط ليا قال لي واش نجي نديك. قلت له لا غير خليني، انا بغيت نبقى مع الام ديالي واحد 2 سيمانات عادي يمكن ليا نمشي. قال لي صافي اللي بغيتي، المهم القرار كيبقى ليك. صافي قلت انا مزيانه هاد القضيه انني نزيد نبقى عند الام ديالي واحد 2 سيمانات. وخواتاتي زايدين ليا فيه كيقول لي اختك تجلسي وانت على القرارات ديالك خاصهم يكونوا، وحتى شي واحد ما خاصو يقرر في بلاصتك، ماشي هو اللي يتحكم فيك، انت اللي خاصك تحكمي فيه وانت اللي خاصك تاخدي القرارات ديالك لراسك. صافي انا داكشي اللي درت. صافي تبعت هضرات خواتاتي. الزوج ديالي في هذيك المده ما عيطش وما سولش فيا نهائيا بحالك انتي اللي ما كايناش. ما عمرو بقى عيط ليا ولا سول فيا ولا سول حتى في هذاك الوليد اللي ولدت. قلت صافي يمكن وقيلا بغى يخليني على راحتي. صافي النهار اللي غادي نكمل فيه انا هذاك المده كما كنقول تراجع معايا الحال، وقلت راه نعيط للزوج ديالي باش نقول ليه نلتحق بداري بداري ومسائلي وحياتي العاديه. عيطت ليه قلت ليه واش ممكن تجي ديري اليوم. قال لي انا ما مساليش، الوقت اللي ساليت غدا نعيط لك. المهم داز داك النهار ما عيطش ليا فيه، غد لي عيطت ليه قلت له فلان واش ما غاديش تجي ديني. قال لي صافي اليوم في العشيه وجدي راسك غدا نجي نديك. بقيت موجده راسي والنهار كامل وانا نتسنى، النهار كامل وانا نتسنى ونقول هنا هو غيجي وها هو غيجي. المهم جا مع حوايجي واختكم جالسه تسنى فيه هو تقول ديك الراجل لما جا، حتى عصبني وفقسني. وليت كنقول انا جداني نجلس هذيك 2 سيمانات. صافي اضطريت انني نتسنى تاجي على خاطر حتى قالها ليه كما كنقولوا حتى قالها ليه دماغه شي عاد جا. مني جا هزني مدوى معايا ما تكلم معايا نهائيا. صافي تمينا غاديين غير قربنا للدار قال لي شوف يا بنت الناس، انا راه تسنيتك هاد المده كامله، ولكن نتيا ما من عيطتي ليا وقلتي ليا ما غاديش نزيد واحد 2 سيمانات، انا خديت واحد القرار وبغيت نخبرك به دابا قبل ما تدخلي للدار وتصدمي. على فكره باش نقول لكم بان الدار عندنا كامله، الدار عندنا فيها سفليه وجوج طبقات. ايوا الطبقه الاولى فيها انا فرشه مقاده ومصوبه، الطبقه الثانيه خاويه. هو قال لي بان بحكم انني عندي الدار من الفوق لتحت خديت القرار ديالي ملي تعطلت عليا. قلت ارا نتزوج ما فيها باس، كاينه دار واحده اخرى ممكن نجي مرا واحده اخرى وتزوج. قالت لهم مني قالها لي خواتاتي وانا مسرفقه مصدومه وسكت ما جاوبتهوش. قلت شنو غادا ندير، انا اللي درتها لراسي وتبعت خواتاتي حتى خرجوا عليا. لا ما عندي ما ندير الصبر غادا نمشي نطلع لداري ونشوف شنو كاين. ايوا هذيك الليله طلعت ما نعست ما شفتو، هو ما نعس في هذيك الليله، هذيك الليله ما نعس في الدار. طلع للدار الفوقانيه ونعس. ايوا انا كنسمع في المشيه في الخطوات والطقطيق ديال الطالون وانا جالسه اختي كنتفقس وكنتعصب. وقلت انا اللي درتها لراسي، راجلي كان مزيان معايا وكان كلشي كيوفروا ليا، كان مهلي فيا، واللي قلتها ليه كيقول لي واخا انا اللي درتها لراسي. نولد في دارنا خلاني، قلت ليه نزيد المده خلاني، اذا انا اللي درتها لراسي. وتبعت خواتاتي ها هما خرجوا عليا بقاو كيقولوا لي وجلسي في داركم وانتي اللي خصك تاخدي القرارات وانتي اللي خصك تحكمي ماشي هو، ما تخليهش هو يتحكم فيك. وانا درتها وهو مشى بالطريقه اللي بغا هو. أنا جيت لقيت المراه في الدار لقيت ضرتي سابقاني. ايوا صافي هي هذيك جات الغد ليه ما شفتوش الصباح
ناض مشى لخدمتو. انا بغيت نطلع نشوف هاد المراه او هاد الزوجه، ما قدرتش، وليت غير جالسه وكنبكي وكنفكر اشنو خصني ندير في هاد الحاله، اشنو خصني ندير، كيفاش الراجل تزوج عليا ودغيا في هاد المده القصيره. ولكن راه كيف ما كتعرفوا بان الراجل ملي كيكون عنده الامكانيات وكيكون ميسور، راه حتى حاجه ما كتجيش صعيبه، دغيا بالليل ونهار صافي قرر انه يتزوج، راه تزوج وجاب المراه. وهذاك النهار ما نعاودش لكم، من الصباح وانا كنسمع المشيان ديال الطالون، ها هي غاده ها هي جايه، وانا كنتفقص، عرفتي كنتفقص وكنعيط على اللي تفقص معايا، كنقول شوف هانتي هي راشقه ليها لابسه لك الطالون او في الدار، وانا مسكينه جالسه كنتفقص راسي لتحت. وعاوتاني ملي كنجي نراجع نفسي كنلقى راسي انا هي اللي مولات الفضائح، انا اللي درت على راسي. ايوا هي هذيك الخوت. صافي بقى داز الغدا ما جاش، داز في العشاء جا عندي قال لي شوفي وجدي العشاء واليوم غادا طلعي تعرفي على الزوجه ديالي. قلت ليه لا ما يمكنش ليا. قال لي غير شوفي وكان ضروري خاصك تطلعي. ما عندي حتى شي خيار اخر. قلت علاش لا، انا خصني نمشي نطلع نشوف هاد الزوجه الثانيه اللي بدلني بها، نشوفها كيفاش دايره ونتعرف عليها عن بعد، وما عندي ما ندير. صافي هي هذيك وجدت العشاء، قديت الحاله، وجدنا العشاء وغادي طالعين انا وياه. قال لي نيت باش تطلعي. ملي دخلت غادي يحل هو الابارتومون الثانيه، غادا تكون هنا الصدمه. كنلقى كنلقى بان جايب عتروس او معزه، المهم بحال هكا ملبسها طالون وكتمشى ليا في وسط الدار وجالسه كتفقس فيا. شفتها وتصدمت، في نفس الوقت بديت كنضحك. قلت له شنو هادشي؟ قال لي مركب ليها هكا في الطالون. قال لي هذا مجرد انذار، انا درت لك فحال هكا باش نتيا تجمعي راسك وتولي ما تسمعيش لهضره الناس. هذه غير انذار، المره الجايه اللي عاودتي درتي بحال هذا الشيء غادا تكون بصح المراه كاينه. ايوا صافي هي هذيك فرحت بعدا واحد ان الراجل اللي ما تزوجش عليا، فرحت. وفي نفس الوقت قلت هاد المره ما بقيتش نسمع لخواتاتي ولا نسمع لشي حد اخر يقولوا لي اللي بغى يقولوا، ندير القرارات اللي كيسلكوني. ميمكنش ليا نبقى تابعه هضره بنادم. ها هي بعدا غير دارها ليا غير هكايا زعما ما تزوجش، ولكن صدمني. او عطاني كما كيقول هو عطاني انذار، الا عاودتها مره اخرى لقى الراجل تزوج. اذا انا خصني ندير اللي تسلكني واللي يليق ليا بها راسي. قلت علاش لا نجي نعاود قصتي للبنات، منها فعلا يستافدوا منها ومنها يعرفوا بان الواحد صراحه ما خصوش يسمع الهضره ديال الناس. لو تكون الام ديالك، لو يكون الاب ديالك، ما خصكمش تسمعوا ليهم، غتسمعوا اللي تسلككم. بالكم والديكم عندهم الحق غادي تتبعوهم، بالكم ما عندهمش الحق ما تتبعوهمش. لان الانسان كاين اللي كيزعمك او كاين اللي كيقول يبقى يزعم فيك حتى نتيا تفارقي مع الزوج ديالك، وفي الاخير كيبقاو يهضروا من وراك، يقول لك ايوا ها هي جرى عليها ولا هي جرات عليه. المهم هما دائما الانسان كيبقى يهضر، ها هي بقات مقابله هادي وتبعت هضره الناس وهذه. المهم القصه طويله، لان الواحد اللي غنقول لكم ما عمركم تبقاو تصنتوا لشي واحد نهائيا. ديروا داكشي اللي كيسلككم وحاولوا انكم تساعدوا الازواج ديالكم في اي حاجه مزيانه. وهنا غيكون نهايه هذا الفيديو. تلاقاو ان شاء الله في قصه جديده وفيديو جديد. مع السلامه الى فيديو قادم. الا كنتوا اول مره من طبيعه الحال كتشوفوا القناه، ما تنساوش الاشتراك في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش دائما توصلوا بكل جديد. مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.